الملعب. كرة لطارق سلمان إلى الأمام عند بغداد بونجاح. لم تصل كرات لبغداد، لم تصل كرات للهداف التاريخي للسد، الهداف التاريخي للسد بغداد بونجاح. لم يتحصل على فرصة في أمام مرمى الوداد، لم يتحصل على فرصة. واحد من الهدافين الكبار من دون شك بغداد بونجاح، تجاوز ال 200 هدف، 203. بونجاح قوية بالقدم اليسرى إلى خارج أرضية الملعب. 203 أهداف، الهداف التاريخي لنادي السد. يعني أقرب المنافسين حسن الهيدوس 127، بعيد جدا، بعيد عن بغداد بونجاح. هداف كبير ويلعب للسد منذ 2016. واحد من المهاجمين طبعا اللي يتمسك فيهم السد كثير ولا يفرط فيه، بالرغم من العروض التي وصلت لبغداد بونجاح صاحب ال 31 سنة، حضر للسد قادما من النجم الساحلي. دائما ما ينقذ السد باهداف بطرق يعني رائعة. اليوم لمن النقاط الثلاث في هذا اللقاء، جانب من ايضا الحضور في مباراة اليوم المغاربة والقطريين الاشقاء في لقطتين في قبل قليل. وعندنا طبعا بالنسبة لي هنا دخول على طارق سلمان وسقوط على أرضية الملعب. بالسلامة لطارق لاعب المنتخب القطري، بالسلامة إن شاء الله. شوف سقوط في هذه اللقطة ومن أمام صعبة، سلامة إن شاء الله من أمام هشام بو سفيان. سقوط على أرضية الملعب. شوط المباراة الأول يمر بالتعادل السلبي، وهذه البطولة ستكون أسخن وأسخن يوما بعد يوم. نحن في مباراة الافتتاح، نحن في المباراة الافتتاحية، والمستوى الفني للبطولة سيتصاعد شيئا فشيئا مع الأيام القادمة. وأربع مباريات كل يوم، بداية من هذا اليوم الخميس ثم الجمعة والسبت راحة، الأحد تعود المباريات، والاثنين ثم الثلاثاء راحة، الأربعاء والخميس بعد ذلك في ختام مباريات الجولة الثالثة في مرحلة المجموعات. العاشق السداوي الحاضر في مباراة اليوم. السد من دون شك طبعا عنده عشاق، عنده محبين، أنجح الأندية القطرية على الإطلاق. الزعيم الذي دائما ما يمثل قطر خير تمثيل، بطل الدوري 16 مرة في قطر، بطل كأس الأمير 18 مرة، بطل كأس قطر 8 مرات، دوري أبطال آسيا مرتين. لا يوجد نادي قطري عنده بطولتين دوري أبطال آسيا. والسد عام 89 حقق دوري أبطال آسيا، منذ زمن والنادي يسير بعمل مؤسسي أكيد طبعا، ونموذج، واحد من النماذج على مستوى العمل في الأندية الخليجية ولا العربية بالتحديد. من دون شك السد، من يعرف السد عن قريب يعرف أن نادي نموذجي على مستوى العمل. وعندنا دخول في هذه اللقطة. بطاقة حمراء على جبران، بطاقة حمراء على يحيى جبران. دخول، والحكم المصري محمود البنا الدولي يمنح الكابتن والقائد يحيى جبران بطاقة حمراء، لأن الدخول كان في قوة زائدة من جانب يحيى جبران. سنشاهد اللقطة. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله من
من لاعبي السد. شوف هذه اللقطة، وجبران دخل بقوة زائدة وصعبة كانت الكرة. بيدرو ولم يكن لها مبرر من جانب يحيى جبران، وسقوط على ارضيه الملعب. شوف حتى يحيى جبران عرف ان غلطان هذا الدخول الصعب، وحكم المباراه اتخذ قراره واعطى بطاقه حمراء ليحيى جبران لان يلعب الوداد ب10 لاعبين في مباراه اليوم. وعادل رمزي يتحدث مع امين عادل رمزي المدرب الذي لم يسبق له ان عمل في المغرب كمدرب، حضر لأن يقود الوداد بعد عمل في بي اس في ايندهوفن الهولندي على مستوى الفئات السنية، ثم مساعد مدرب في البي اس في ايندهوفن، ثم يعود للمغرب مدربا. والجماهير المغربية ما زالت تحيي، ما زالت تهتف، وجبران يغادر بالبطاقة الحمراء وسط تصوير هذه الطفلة الحاضرة في ملعب المباراة. تحية. والآن الفريق الوداد سيلعب ب10 لاعبين. ستكون المهمة صعبة على عادل رمزي، والوداد. في وسط الملعب غادر يحيى جبران بالبطاقة الحمراء، والوداد سيعاني. سد الآن سيلعب بأريحية أكبر. 0-0 في شوط المباراة الأول، لكن أفضلية للسد على مستوى العناصر. 11 لاعب أمام 10. كرة تصل على الجهة اليمنى، محاولة سداوية. بيدرو يعيدها، طارق سلمان، خوخي بوعلام يتقدم الآن. بوعلام يبحث عن مين، يتأخر ثم يمرر. طارق سلمان. كل لاعبي الوداد متراجعين. مؤثرا في مباراة اليوم. عندنا كرة فيها محاولة، وحكم المباراة يعطي خطأ لأرسين زولا. دخول في الكرة الماضية وسقوط على أرضية الملعب بعد اشتراك علي أسد. شوف اللقطة، وحكم المباراة يشير إلى مخالفة موجودة. 58 حكم يديرون البطولة في كأس الملك سلمان للأندية. على فكرة البطولة تشهد لأول مرة تطبيق تقنية التسلل الآلي شبه الآلي، وهي يعني أداة داعمة للحكام تساعد في تسريع اتخاذ القرار. لحد الآن يعني لم تستخدم في مباراة اليوم في شوط المباراة الأول. وهناك أيضا لأول مرة تقنية خط المرمى. حينما تكون كرة فيها شك أنها تجاوزت الخط، هناك تقنية، هناك يعني إشارة ستصل لحكم المباراة لو تجاوزت الكرة خط المرمى. تقنية الفيديو طبعا من دون شك الفار موجودة في إعار. التقنية أصبحت الآن يعني من المسلمات، لكن لأول مرة تقنية التسلل شبه الآلي وتقنية خط المرمى هذه تعطي تسريع للقرار، تسريع للقرارات ولا تعطل اللعب. وعندنا الآن
تغيير لخروج ارسن، خروج ارسن. تغيير بالنسبة للوداد، تغيير أول لعادل رمزي، يريد أن طبعا يعوض مغادرة يحيى جبران. يدخل أسامة محروس. أرسين زولا موجود، أسامة محروس دخل في تشكيلة الوداد. وقال لك مش صحيحة وكتب صحيح.